السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد، الله يدخلو علينا وعليكم بالصحة والسلامة. اليوم ان شاء الله بغيت نتقاسم معكم واحد التحلية سهلة بزاف واقتصادية كتجي لذيذة وكريمية غادي تنفعكم بزاف هاد شهر رمضان. كنتمنى الفيديو يعجبكم ونبداو في المقادير والطريقة. وفي واحد كاسرونة غنضيفو 80 غرام ديال الزبدة اللي هي 2 معالق كبار، استعملوا اي نوع زبدة متوفرة عندكم، ونحطوها فوق النار ونخليوها حتى كتذوب مزيان والنار تكون متوسطة. ومن بعد نضيفو 100 غرام ديال الدقيق اللي هي 4 ملاعق كبيرة ونصف، ومن بعد كنخلطو مزيان حتى كيندمج داك الدقيق مع الزبدة. ونضيفو الحليب، هنا كنضيفو 700 ملي ديال الحليب اللي هي 4 كؤوس، كنضيفو تدريجيا وحنايا كنخلطو والنار دائما متوسطة، ونبقاو كنحركو وحنا كنضيفو تدريجيا حتى كنتحصلو على هاد القوام بحال هيدا. ومن بعد نضيفو السكر، هنايا كنضيفو 80 غرام ديال السكر اللي هي 5 معالق كبار، وهنايا السكر ممكن نقصو وتزيدو حسب الرغبة. ومن بعد نضيف واحد المعلقة كبيرة ديال عصير الليمون، ممكن تعوضوها بالفاني. ومن بعد نحركو مزيان حتى كيرجع القوام هيدا كريمي. من بعد كنحيدوهم فوق النار ومباشرة كنجيبو كؤوس اولا اي حاجة بغيتو تعملو فيها هاد التحلية، ونعملو الكريمة ديالنا على هاد الشكل هذا. وهذه هي الطبقة الاولى من هاد التحلية. من بعد غندخلوها للثلاجة وعلى ما بردات غنوجدو الكراميل. ونجوزو باش نوجدو الطبقة الأخيرة اللي هي طبقة ديال الكراميل، غنحتاجو فيها 6 ملاعق كبيرة ديال السكر، نحطوهم فوق النار متوسطة ونخليو السكر ديالنا حتى يبان لنا هيدا فجنا بدا كيدوب. ديك الساعات كنحركوه بهاد الطريقة هادي باش كنعاونو السكر يدوب. ومن بعد ملي كيدوب مزيان ما كنخليوش هاد السكر تيولي اللون ديالو غامق، هيدا باقي مفتوح، مباشرة كنضيفو نص كاس ديال الماء يكون سخون ونبداو نحركو واخا كيتجمع هيدا السكر في هاد المرحلة هادي. من بعد كيبقى يغلي وهو كيدوب داك السكر مرة تانية. ومن بعد هنايا غناخدو نص كاس ديال الماء ونضيفو عليه واحد المعلقة كبيرة ديال النشا، ممكن تعوضو النشا بالدقيق. وكنضيفو هاد الخليط ديالنا على هاد الشكل هذا وكنبقاو نحركو النار متوسطة حتى كيعقد الخليط وكيولي هيدا اللون ديالو بني مفتوح. ومن بعد كنحيدو الكراميل ديالنا من فوق النار وكنضيفوه على الكريمة من بعد ما بردات مزيان. وهنايا باش يجيونا معوطين من الفوق كنهزو هيدا الكاس وكنحاولوا نعوطوه من الفوق بهذا الشكل هذا. ومباشرة غندخلوهم الثلاجة مدة ديال ساعة أو 2 ساعات. وهذا الشكل النهائي ديال التحلية ديالنا كتجي رائعة بزاف، ضروري ما تجربوها. كتجي كريمية ولذيذة كما شفتوا، مكونات بسيطة واقتصادية. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتجربوا الوصفة، وما تنسوش تخليو لي لايك واشتراك باش دائما يوصلكم جديد. ومع السلامة.